السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في لقاء جديد على قناة بداية حياة. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الدول العربية وأولها مصر. وليه مصر؟ مش لأنها بلدي، لا، لأنها تعتبر أقوى دولة حاليا في الدول العربية، مش ماديا، عسكريا، من ناحية عدد الجيش وعدد الشعب والحماسة اللي عند الشعب. افتحوا الحدود وسيبوا الناس تاكل إسرائيل. افتحوا الحدود للشعب يا جماعه، الناس على اخرها بتغلي. يعني حرام اخواتنا المسلمين اللي بيموتوا كل يوم والتاني قدامنا على مرأى ومسمع من العالم كله، بيتهرسوا وبيموتوا ومحدش سأل فيهم. ده ما ينفعش كده. مفيش قصه ان انا حامي بلدي، كل واحد يحمي بلده. يعني ايه يا اخويا يضرب قدامه واسكت ازاي؟ يعني باي دين وباي شرع وباي اخلاق، حتى العرف، حتى والاخلاق بتاعت العرب فين هي؟ يعني فين العرف؟ حتى سيبنا من الدين اللي معظمهم بيقولوا صهاينه، معظمهم معرفش ايه مالهمش في الوطنيه. فين العرف وفين والشهامه بتاعت الدول العربيه فين؟ يعني ايه اسيب فلسطين تترس لوحديها؟ يعني ايه قوه بتاعت اسرائيل كلها تتركز في غزه ويبيدوا غزه ويبيدوا المسجد الاقصى، وان الدول العربيه قاعده بتتفرج عليهم؟ ازاي هم دلوقتي على الحدود بتاعتنا؟ لو ما دفعتش النهارده دفع امتى؟ طب نطلع حتى نبخ فيهم، نبين حتى احنا شويه رجوله يا جماعه، يعني شويه حركه كده، يعني كده شو اعلامي حتى، كنا نطلع نقول والله اللي هيجرب من غزه او اللي هيجرب من مصر. لان دلوقتي الكلام مش قصه غزه كده. هم خلاص، هم سبحان الله، نحن لها، هم بيقولوا نحن لها خلاص، وهو مصيرهم وطول عمرهم هم في لهم 70 سنه في القصه دي. احنا دلوقتي احنا خلاص دخلوا على حدودنا المصريه، المفروض احنا نتكلم احنا بلسان مصر. احنا فين الجيش بتاعنا المصري ما بيتحركش ليه؟ الشعب خلاص مش فارقه بالنسبه له، الشعب تم تجويعه وتم ضياعه، مش فارقه بالنسبه له. الناس عايزين يستشهدوا، يفتحوا لنا الحدود، وانا اول واحده. اي نعم ما عنديش صحه ولا اي، ما فيتش باي شيء، بس عندي استعداد. لكن ما ينفعش اللي بيحصل ده. الناس عندها استعداد. لما جربتوش الاسلحه هتجربوها امتى؟ انتوا بتقولوا قبلكم سنين، بتقولوا احنا بنشتري بمليارات اسلحه وبنسلح الجيش بتاعنا وبنقوي الجيش وبندعم الجيش بمشاريع وده وده وده. ماشي، قلنا مش مشكله، مع ان كان الاسلوب غلط وطريقه ان احنا ندخل الجيش. المفروض الجيش ده ليه ميزانيه لوحده ومحدش كان يقدر يفتح بوجه من الشعب يقول لك لا الجيش ما تقوهوش وما يبقاش موقفه قوي. لا بالعكس، ورضينا بمشاريع، دخلنا مشاريع كفته ومشاريع ما اعرفش جمبري والقصص دي كلها، قلنا مش مشكله، كله استثمار وكله هيدعم الجيش. فين بقى الجيش؟ قد دي دوره اهو. نستنى ايه بقى لما نضرب بالجزمه واحنا قاعدين بنبكي على الاطلال وبنحتفل بالانتصار من 51 سنه، في حين ان هم كانوا بيدبرونا من الليل، يدبروا الامر بليل لينا. عرفوا يدمرونا ماديا واجتماعيا ونفسيا ومخدرات وغيره وغيره وغيره، ولهونا في الدنيا ولهونا في المسلسلات نجحوا. بس الشعب الحمد لله لسه عنده حته، بردك حته نخوه، وعنده استعداد يخوض اي حرب. يا حكام العرب، يا حكام العرب، عيب عليكم، كفايه لحد كده، كفايه لحد كده. الشعب انتوا ايه؟ انتوا مالكوش اي ناس بدون الشعوب، مالكوش اي قيمه بدون الشعوب بتاعتكم، واحنا بنقول لكم نحن لها. احنا عايزين نروح نساعد اخواتنا اللي بيتدبحوا دول. الجيش المصري هل على ثقه ان الاسلحه بتاعتك دي اللي من 51 سنه دي ما تكونش، او الاسلحه انت بتشتريها حديثه؟ سيبنا من القديم هو متكهن. الجديد اللي انتوا بتشتروه بمليارات دهيت، هل ضامنين ما يكونش اتعمل فينا فصل زي بتاع 67 تكون اسلحه فاسده تضرب ولادنا بدل ما تضرب العدو تضرب ولادنا؟ هل جربتوها؟ ولا من شويه مناورات كل سنه نحتفل ب 6 اكتوبر كده، شويه مناورات عسكريه كده مع بعض الدول، وشويه عرض شو كده بالطائرات؟ يعني انا نفسي افهم بس في ايه بالظبط؟ يعني الشعب بيقول لك احنا موجودين يا سياده الرئيس السيسي، انا اول معارضين ليك، انا اول معارضين في مصر ليك، ورغم ذلك بقول لك انا وراك، خد قرار وافتح باب الجهاد وافتح الحدود. ده لو فعلا انت انسان وطني فعلا، اثبت وطنيتك واثبت حسن نيتك فعلا، وكلنا هنلتف وراك، نساء ورجال وصغار وكبار وشباب، بروحنا وبدمنا وبما نملك، كلنا وراك. خد قرار مره في حياتك، اثبت حسن نيتك وحسن نواياك، اثبت وطنيتك لوجه الله، لوجه الله. كفايه كفايه، يعني ما نبقاش متدمرين من كله ماديا ومعنويا وكله. الشعوب الناس بتنتحر من نفسيتها اللي تعبانه، الناس بتنتحر من نفسيتها اللي تعبانه. خدوا موقف لوجه الله. حرام اللي بيحصل في فلسطين، ما ذنبهاش ده كله. فلسطين مجرد خرزه في عقد. فلسطين خرزه في عقد، لو اتفرطت خلاص انتهت، باقي العقد انفرط. واحنا اول ناس على الحدود، واحنا مستعدين ونحن لها. احنا مستعدين نفسيا، مستعدين ان شاء الله لها باذن الله. وربنا سبحانه وتعالى غالب على امره، ربنا سبحانه وتعالى غالب على امره باذن الله، وينصرنا ان شاء الله.
ادام احنا ما افترناش وما تعديناش على حد وما خالفناش اي اتفاقيات. اتفاقيه ايه اللي اخترقت؟ احنا ما اخترقناش، ده هم اللي اخترقوا ولا هو فجر كده علني يعني. جربوا واعملوا، شوفوا ادرسوا، شوفوا الدول اللي حواليكم مين يعمل. انا عارفه ان الدول العربيه كلهم هيخلعوا، انا عارفه ان كل حاكم منهم خايف من التاني، يعني سبحان الله، يعني ديكورات بس كده ان احنا بنحب بعضنا وبنعمل اجتماعات ومؤتمرات، لكن كل حاكم خايف على سلطته وعلى سلطانه، وعارف ان كله هيخلع ساعه الجد. مش هيبقى فيه وحده وطنيه، مفيش. بس نجرب، طيب نجرب حتى نبين لهم ان فينا عرق نخوه، حتى لو على سبيل التهديد. احنا طبعا عارفين الحرب ومصاعب الحرب والبلاوي اللي بتيجي من وراها الحرب والدمار اللي بيصيب اي بلد، لكن لو جت لغايه عندنا هنعمل ايه؟